السلام عليكم. النهارده هنعمل هريسة الشطة البيتي بطريقة سهلة. خلينا نبدأ على طول ونشوف طريقتها ازاي وهنعملها مع بعض ازاي. طبعا هريسة الشطة دي احنا بنستخدمها في حاجات كتيرة قوي واستخداماتها كتير معانا، وهي انضف بكتير من الشطة الجاهزة اللي بنشتريها من عند العطار. بس هنقول على كام حاجة كده في الفيديو واحنا ماشيين شغالين كده مع بعض. ازاي هتنقي الفلفل؟ بتنقي الفلفل يكون سليم مفيهوش اي حاجه زي ما انت شايفه كده، بنغسله غسله كويسه قوي، وبعد كده بنفرده على قماشه كده ونسيبه لما ينشف. لو مستعجله امسكيه قرن قرن وامسحيه بايدك زي ما انت عايزه. المهم بنقطع اللي هي الحته الخضراء اللي فيه ده اللي في الفلفل يعني، وبعد كده بنحطه في الكبه. لو لقيتي قرن مثلا بايظ او اي حاجه ده ما بيتحطش، ما ينفعش يتحط لان ده هيبوظ لك الشطه بتاعتك. بتنقي القرون اللي تكون سليمه. بنقطع بس البتاع الخضراء اللي من فوق دي وبنحطه في الكبه على طول. علشان ايه؟ نفرمه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا على حسب الكمية الكبة بتاعتك هتاخد قد ايه كمية حطي فيها يعني. هو على بال ما بيتفرم ما بياخدش مساحة خالص في الكبة عندك. زي ما انتوا شايفين كده هفرمه. ما تحطيش ملح في بداية الفلفل، في الاول ما تحطلوش اي حاجة، هو الفلفل بس تفرميه. اوعي تحطي ملح في الاول، عمره ما هينعم معاكي. بعد ما يتفرم معايا بالطريقة دي، في المرحلة دي بقى بحط له الملح اللي انا هحطه. بصوا هي خشنة ازاي دلوقتي اهي. هنعمها شويه اكتر علشان خاطر ما تبقاش ظاهره قوي في الاكل، واحنا لما بنيجي نضيفها في الاكل يعني تبقاش ظاهره قوي او تبقى واضحه قوي يعني. ده كيس ملح من الكبير. انا عامله هنا حوالي 5 كيلو فلفل شطه. انا هحط حوالي نص الكيس ده، او لو الكيس الصغيره يبقى تحط كيس كامل. ما تخافيش من كميه الملح ان هي كتيره. هي كويسه جدا الكميه دي عليها، ولو كتر اكتر من كده برضو ما تقلقيش منه، لان ده الماده الحافظه بتاعته، ما تقلقيش خالص مش هيأثر عليها خالص. بصوا بقى بوريكم انها نعمت ازاي بعد الملح. هنا كنا خلصنا الكميه بتاعتنا كلها. دول 5 كيلو حطيت لهم نص الكيس الكبير ده اهو. هعبي بقى في البرطمانات اللي هي ايه الباغه دي او البلاستيك. ما تعبيش في برطمانات ازاز لان احنا هنشيلها في الفريزر. الشطه اللي بتتعمل وبتتشال في التلاجة من تحت بتبوظ، مهما عملتي ايه فيها بتعمل طبقه عفونه من فوق وبتبوظ. فانتي تعبيها في البرطمانات البلاستيك او في اكياس او في العلب البلاستيك العاديه دي زي ما انتي عايزه. وبعد كده على الوش من فوق كده بنسيب مساحه في البرطمان وبنحط زي معلقتين زيت. بنقفلها كويس وبتحطيها في الفريزر، بتقعد معاكي بالسنه ما بيجرالهاش اي حاجه. طريقتها سهله خالص.